يعني مستائين من عمليه الكهرباء، يوميا عندنا انفجار، يوميا عندنا مشاكل، يوميا عندنا الناس مشرده بهالحر. هذا درجه الحراره اليوم ما شاء الله 47، وهذا يتحمل مسؤوليتها مدير الكهرباء المهندس عباس، فالمشتكى لله يعني حقيقه. زين البيوت هنا متأذية من هاي صارت لكم حرائق؟ 350 بيت اطفال وناس مرضى وناس عندها سكر وناس عندها ضغط ومتأذية. هذا مسلسل يوميا يعني يوميا. هسه اتحداك اذا تتصل على السياره ويجاوبونك، اتحداك اذا تتصل على 115 الاستجابه، اتحداك اذا على 104 يجاوبونك. زين ما حاولتوا انه تراجعون دوائر شيء؟ راجعناهم الحمد لله رب العالمين، باب ابليس بعدنا مو داقينه. هاي وين احنا بلد، احنا بلد غني، بلد نفطي يعني. اعمده الكيبلات على اعمده الخشب يعني. المواطن هو يسوي هيك يعني. ما ادري شلون احنا جاي نعيش والله ما ادري يعني دول افقر من عندنا يمكن عايشه احسن من عندنا يعني بصراحه يعني. احنا لو بلد فقير نعذر الحكومه ونعذر المسؤولين داخل المحافظه يعني هاي وضعيه والله يعني. ذاك اليوم يعني ضرروا يعني عوائل يعني احترقوا يعني، وتكررت اكثر من مره هاي الحاله يعني. شنو هاي وضعيه هاي؟ يعني وين هاي يا مخيل شنو؟ يعني بس هو يرتاح والناس ما مرتاحه، يعني وين الاخوه وين الجوره وين؟ ما راجعت زين محافظ بصفنا هنا ما يدري، ما شوف المجارات هاي؟ ما يدري؟ ما يوفرون لك كبرات. هسه هاي العالم شنو نبي؟ حتى يعني اطفالنا زعلتنا وين نوديهم؟ والله ترجع اسويها بالله العظيم. معقوله حكومه ومسؤولين هنا ما عندهم 200 متر واير يبدلونا؟ هناك كل عوائل وهنا مرضى وناس فقراء اكثريتها، فتجي انتم تشوفون صورتوها هنا، وهذه كل يوم طبعا هاي الوضع كل يوم جاي تفصل الكهرباء واحنا متأذين هنا. شغله يعني تعبانه الكهرباء، شغلتها تعبانه فد مره يعني مو طبيعيه. ما راجعت على مود كيبلات؟ والله ما خلينا يومي رادين جايين رادين، المنطقه كلها ما خاصه يعني.